في الشرح ده هناخدكم في رحلة لقلب المصنع عشان نكشف الأسرار الصناعية ورا واحدة من أشهر الأكلات في العالم. يلا بينا نغوص في عالم النودلز الفورية. في الشرح ده هناخدكم في رحلة لقلب المصنع عشان نكشف الأسرار الصناعية ورا واحدة من أشهر الأكلات في العالم. يلا بينا نغوص في عالم النودلز الفورية. كل سنة العالم بيستهلك أكتر من 100 مليار عبوة نودلز فورية. ده رقم فلكي بصراحة. يعني تخيلوا معايا كده، كأن كل واحد فينا على الكوكب ده بياكل حوالي 13 عبوة كل سنة. بس هل حد فينا وقف لحظة وسأل نفسه هي المكعبات الصغيرة دي بتتعمل إزاي أصلاً؟ الحقيقة إن ورا كل عبوة في قصة مدهشة من الهندسة والدقة. عشان نفهم الحاضر لازم نرجع بالزمن للورا شوية. دي مش مجرد وجبة سريعة، دي اختراع اتولد من رحم الحاجة عشان يغير شكل الأكل في العالم كله. في اليابان بيعتبروا النودلز الفورية دي أعظم اختراع في القرن العشرين. يعني تخيلوا كده، مكعب ناشف في دقايق يتحول لوجبة سخنة ولذيذة. فكرة ممكن تبان بسيطة، بس هي في الحقيقة عبقرية وأنقذت ملايين الطلبة والموظفين المشغولين حوالين العالم. القصة أصلاً ما كانتش بيزنس خالص، لأ، كانت هدف إنساني. مخترعها موموفوكو أندو شاف بعينه معاناة الناس في اليابان بعد الحرب العالمية التانية، وهم واقفين في طوابير طويلة جداً عشان بس طبق رامن سخن. من هنا أخد عهد على نفسه إنه لازم يخترع أكل مغذي وسهل ورخيص عشان يساعد الناس في وقت الأزمات. وبالفعل من قلب المعاناة دي اتولدت فكرة عظيمة. طوابير الأكل الطويلة في اليابان كانت الإلهام لرؤية واضحة، وجبة سريعة ومتاحة للكل. ومن الرؤية دي اتولد أول طبق نودلز فوري في التاريخ. طيب كفاية تاريخ بقى، وتعالوا ندخل المصنع نفسه ونشوف الرحلة المذهلة دي بتبدأ إزاي. كل حاجة بتبدأ من خطوة واحدة أساسية ومهمة جدا، العجينة المثالية. دي خريطة رحلتنا جوه المصنع. هنعدي على 6 محطات رئيسية عشان نشوف الدقيق بيتحول إزاي للطبق اللي بنحبه. هنبدأ بالخلط والراحة، بعدين الفرد والتقطيع، بعدها التسوية بالبخار والقلي، وفي الآخر خالص التبريد والتعبئة. المكونات ممكن تبان بسيطة جداً، دقيق ومية وملح، بس السر الحقيقي مش في المكونات، السر في الدقة. في الخلاطات الصناعية الضخمة دي نسبة المية للدقيق بتتقاس بدقة رهيبة، لأن أي تغيير بسيط ولو صغير قوي ممكن يبوظ قوام المنتج النهائي كله. بعد العجن، العجينة مش بتروح للمرحلة اللي بعدها على طول، لأ، لازم ترتاح. طب ليه؟ لأن العجن بيعمل شبكة بروتين جوه العجينة اسمها الجلوتين، وهي دي اللي بتديها المرونة بتاعتها. لما بنسيب العجينة ترتاح، الشبكة دي بتسترخي، فالعجينة بتبقى أطرى وأسهل في التشكيل بعد كده. دي خطوة أساسية ومفيش أي استغناء عنها. دلوقتي بعد ما العجينة ارتاحت وبقت تمام، جه وقت المرحلة اللي بعدها، إننا نحولها من كتلة واحدة لخيوط النودلز الرفيعة اللي كلنا عارفينها. العجينة بتعدي على سلسلة من الأسطوانات المعدنية العملاقة اللي بتضغطها وتفردها أكتر وأكتر مع كل مرحلة. العملية دي بتفضل مستمرة لحد ما العجينة تتحول لشريحة رفيعة جدا تكاد تكون شفافة. الرفع ده هو سر القوام المميز بتاع النودلز. بعد ما بقت رقيقة قوي، الشرايح دي بتدخل على مكان تقطيع مخصوص. هنا بقى في شفرات حادة بتقسمها بدقة لخيوط، وممكن كمان يتحكموا في عرض الخيوط دي عشان يعملوا أنواع مختلفة من الرفيعة للطويلة. طيب لحظة واحدة، السؤال المهم هنا، إزاي النودلز دي بتفضل صالحة للأكل شهور طويلة من غير أي مواد حافظة صناعية؟ السر كله في عملية طهي عبقرية من خطوتين. العملية دي بتتم على مرحلتين. أولاً النودلز بتستوي بالبخار عشان قوامها النهائي يثبت، وبعدين تيجي الخطوة العبقرية بقى، القلي السريع. القلي ده مش عشان الطعم وبس، ده بيطرد أي رطوبة من النودلز في ثواني، فبيحولها لمادة جافة جداً، وده بيشتغل كدرع حماية طبيعي ضد التلف، وبيديها عمر طويل على الرف. بعد القلي النودلز بتتبرد بسرعة بمية ساقعة عشان نوقف عملية الطبخ تماماً، وبعدين بتتنشف بالهواء عشان نتأكد إن مفيش أي رطوبة باقية. وفي الآخر الخيوط الطويلة دي بتتشكل في القوالب المربعة أو المدورة اللي احنا عارفينها. دلوقتي قالب النودلز بقى جاهز، بس لسه فاضل أهم حتة في البازل ناقصة، النكهة. وهنا بقى المفاجأة اللي ممكن ناس كتير ما تعرفهاش. الطعم المميز ده مش جاي من النودلز نفسها، لأ، ده جاي من كيس التوابل الصغير اللي معاها. النودلز نفسها مجرد قاعدة طعمها محايد، مستنية النكهة اللي هتتحط عليها.
خلطة النكهة دي بتتعمل في غلايات ضخمة جدا بتشيل آلاف اللترات. بتحط فيها خليط معقد من التوابل والبروتينات والمكونات العطرية عشان يركزوا الطعم لأقصى درجة. بعد كده الشوربة المركزة دي بتتجفف عشان تتحول للبودرة اللي بنلاقيها في الكيس. ودلوقتي كل الأجزاء جاهزة عشان تتجمع في الآخر. قالب النودلز هو أساس الوجبة. كيس التوابل بيديها الطعم المميز بتاعها. أما الغلاف اللي مبطن بالألومنيوم فده هو الحارس، بيحمي المنتج من الرطوبة والنور عشان يفضل طازة. وطبعاً قبل ما أي عبوة تطلع من المصنع لازم تعدي على فحص جودة صارم جداً، بيتأكدوا إن كل حاجة مظبوطة من الطعم والقوام لحد سلامة التغليف. ومع تغير الوعي الصحي، النودلز الفورية كمان بتتطور. زي ما احنا شايفين كده، الأنواع القديمة كان فيها ملح ودهون أكتر، لكن دلوقتي الشركات بتتجه إنها تنتج أنواع أحدث فيها ملح أقل وألياف أعلى، وحتى في اختيارات خالية من الجلوتين عشان تناسب كل الأذواق والاحتياجات. بعد ما غزت العالم وبقت جزء من ثقافات كتير جداً، بيفضل السؤال موجود: يا ترى إيه الخطوة الجاية للأكلة المتواضعة دي؟ سؤال يخلينا نفكر في مستقبل أكل بدأ بفكرة بسيطة وقدر يغير العالم.